وبركاته. أيها المسلمون، نحن هنا منذ أكثر من شهر معتصمين واقفين أمام القنصلية الصينية في إسطنبول مطالبا حقوقنا الشرعية والقانونية. اليوم تشرفنا بزيارة شيخنا محمد علي حفظه الله، محمد علي يلدرم، وهو من أساتذتنا الكرام في تركيا ومن الدعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. وبهذه المناسبة أقول للعلماء في العالم الإسلامي جميعا: أيها العلماء، قفوا مع المظلومين وبينوا رأي الشرع لما يتعرض له مسلمو تركستان من المظالم الدينية والعرقية، لأن المسلمين في تركستان يتعرضون في هذه الأيام لما لم يتعرض له البشرية منذ قرون. ونحن نعيش في القرن 21 عصر التكنولوجيا والتطور والاتصالات، ولكن نحن منذ أكثر من 4 سنوات لا نعرف عن أسرنا شيئا، ولا نعرف عن آبائنا وأمهاتنا أي شيء. هل هم أحياء أم أموات؟ هل هم أحياء أم أموات؟ لا نعرف أي شيء. ولذلك أيها العلماء في العالم الإسلامي، خاطبوا المسلمين جميعا بأن إخوانا لهم يقتلون ويعذبون، ويقتلون ويسجنون، ويتم النساء والأرامل. ولذلك هناك من العلماء من تحدث في هذا الموضوع، ومن أبدى رأيه الشرعي، ومن دعا المسلمين إلى الوقوف مع إخوانهم المضطهدين في تركستان الشرقية. ولكن هناك آلاف من العلماء والهيئات العلمائية إلى الآن صامتة، وهذا لا يليق بالعلماء، بعلماء الأمة، بعلماء المسلمين. هذا أولا. وثانيا، أيها المسلمون، كلكم تعرفون منذ مدة قصيرة هناك دول مثل الولايات المتحدة وكندا وهولندا أصدروا قوانين وصدقوا في البرلمانات أن ما يجري في تركستان الشرقية إبادة جماعية. وتلك الدول أنتم تعرفون أنها دول ليست مسلمة، دول نصرانية، ورغم ذلك أنهم لم يتمكنوا من رؤية ما يحدث في تركستان ضد الإنسانية كإنسان. ولذلك وقفوا هذه الوقفة الإنسانية ضد هذه المظالم. ولكن أغلب الدول العربية والإسلامية مع الأسف الشديد إلى الآن تقف مع الجانب الصيني في المحافل الدولية، مؤيدا ومصوتا لصالح الصين. هل هذا يليق بأمة الإسلام؟ هل هذا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلمون، نحن نعرف كثيرا من الدول، خاصة الدول العربية، دائما على خطى الولايات المتحدة في السياسات الخارجية، ودائما مع الدول الغربية مع الولايات المتحدة في أغلب الأماكن وفي أغلب الأحوال. ولكن عندما تعلق الأمر بمسلمي تركستان الشرقية مع الأسف لم يقف مع الجانب الأمريكي ولا الأوروبي، وإنما وقفت مع الجانب الخطأ، مع الجانب الظالم، مع الجانب الإلحادي، مع الجانب الصيني. وهل هذا يليق بأمة الإسلام؟ طبعا لا يليق، ولا يحق لأي مسلم أن يؤيد الصين فيما يفعل من الجرائم في تركستان الشرقية. هذا دينا وإنسانية وأخلاقا لا يليق. لذلك أيها المسلمون، نحن نخاطب فيكم الضمير الإنساني، نخاطب فيكم الأخوة الإسلامية، نخاطب فيكم الأخوة الإنسانية.
قفوا مع المظلوم ولا تقفوا مع الظالم في أي حال، لأن الله عز وجل ذكر المسلمين جميعا قائلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية نتمنى أن تكون في نصب أعينكم، ولا تنسوا هذا الوعيد وهذا التهديد من الله عز وجل للذين ركنوا للظلم وركنوا للظالمين. ولذلك أيها المسلمون وأيها الدول الإسلامية، أيتها الدول الإسلامية، كلكم تقولون وتكتبون في صحفكم ومجلاتكم وأخباركم أن لكم علاقة طيبة مع الصين. لماذا لا تستثمرون هذه العلاقة لصالح إخوانكم المسلمين المستضعفين في تركستان؟ لماذا لا تستعملون هذه العلاقة؟ ولماذا لا تستثمرون هذه العلاقة لصالح إخوانكم، وإنما تقفون مع الجانب الصيني؟ أيها المسلمون، نحن نخاطبكم من هنا أمام السفارة الصينية: على الأقل كونوا مع المظلومين قولا وفعلا، على الأقل. إن لم تتمكنوا أن تقفوا معهم يدا، على الأقل قولا قفوا معهم وبينوا وأعلنوا رأيكم صراحة، وأدينوا الممارسات الصينية في تركستان الشرقية، وفعلوا. هناك مواد في منظمة التعاون الإسلامي كلكم تعرفون. هذه المنظمة أنشئت عندما أحرق إحدى الأبواب لمسجد الأقصى. كلكم تعرفون هذه الواقعة وهذه القصة. ومن مبادئ هذه المنظمة أن هذه المنظمة تهتم للمسلمين في الدول غير الإسلامية، ودائما تفعل لحماية عقيدتهم ولحماية حقوقهم الدينية والشرعية. لماذا لا تفعلون هذه المواثيق في التعامل مع القضية التركستانية؟ ولذلك أخاطبكم جميعا أيها المسلمون أن أعلنوا رأيكم وصرحوا إدانة للممارسات الصينية في تركستان الشرقية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المظلومين وأن يفتح عقول المسلمين ليرى هذه الجرائم، وأن يفتح عقول وبصيرة المسلمين لما يجري في تركستان الشرقية، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، حتى لا يقفوا مع الجانب الخطأ مع الجانب الصيني في المحافل الدولية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.